أهلا وسهلا. مر... مرحبا بك، هذه غيبة. والله فرصة سعيدة هذه. الله مرحبا بك. حياك انت الله. راك انت راك عشت في الجزائر، راك تستعمل العبارات تاعنا بالك شوية. شوية شوية سنوات في الجزائر. يلا. مرحبا بك. بارك الله فيك. أهلا وسهلا. عندك مداخلة معنا، تحب تدخل معنا في موضوع؟ والله راني كنت أستمتع بهذا الحوار الذي الممتع والجميل جدا. بين عالمين مختلفين تماما. أستغرب. ان شاء الله، ان شاء الله تكون استفدت مثل ما استفدنا نحن من هذا والله أكيد نحن نستكشف فقط الحقيقة. نستكشف حقيقة الأمر. أنا ما أؤكد على أنه هذه النماذج التي يعني تدافع عن النظام العسكري أنها لا تمثل الشعب الجزائري. هذا ما أؤكد عليه، لأنه في الخطير في الأمر على أنه يتم إبراز بعض النماذج التي لا تقتصر فقط على يعني تمييع حتى الجانب الأخلاقي، ولكن تظهر ناس يعني في مستوى اسمح لي نقولها عقلي، ليس فقط ثقافي أو معرفي ولكن حتى ربما عقلي متواضع جدا. في حقيقة الأمر لا يمثلون الشعب الجزائري، ولا يمثلون قواه الحية التي بالتأكيد لا تنجر ولا تنطلي عليها مثل هذه الدعايات المغرضة، هذه الدعايات العسكرية الضيقة. أنا أتفق لا على. أدري إذا كنت تتفق معي فقط في أنه الإشكالية تاع كل البلدان هي في النخبة. الدور هنا تاع النخبة. إذا كانت النخبة اليوم ما نراه عندنا في الجزائر على كل حال، لما ترى الحال تاع النخبة أو رواد الرأي أو صناع الرأي أو ما نريد، هناك إشكالية في المستوى. وهذه النماذج التي نراها، لأنه هذا اللي كان معنا مثلا بعيدا على شخصه بطبيعة الحال، يعني نتكلم على الفئة هذه، يستنبط الآراء وما يقوله، هذه المعلومات التي يظن أنها ثابتة. لماذا الثقة في النفس؟ لأنه يظن بأنه عنده مصدر ومصدر موثوق. هذه هي الإشكالية لا احنا شو عندنا اليوم هو في هو الجزائر للأسف. أيضا. هناك نخب يعني مختلقة، هناك نخب مصطنعة مفصلة على مقاس النظام، تم اختلاقها وتم اصطناعها وتم إبرازها، وفي سياق يعني تمييع هذا النقاش العمومي. لأنه اسمح لي نقول لك، راهو في فترة معينة النقاش كان عالي جدا، فترة قريبة جدا، فترة الحراك مثلا. المطالب التي عبر عنها الشعب الجزائري، المطالب المتعلقة بالانتقال الديمقراطي، بالإصلاح السياسي، بالعدالة الاجتماعية، بالتغيير. بالله عليك، هل سمعت في الحراك الجزائري مطلب يتعلق بدعم بوليساريو؟ هل سمعت في الحراك الجزائري مثلا ملايين الناس الذين خرجوا للشارع، هل فيهم من رفع شعارا ضد المملكة وضد الوحدة الترابية للمملكة أو غير ذلك؟ وبالتالي كانت هناك محاولات حثيثة من طرف النظام العسكري لأجل تمييع هذا النقاش العمومي، ولأجل يعني الانحياء، يعني الانحراف به، أو لا أدري، أو الانحياز به عن المواضيع الحقيقية التي تهم رجل الشارع البسيط، تهم معاش رجل الشارع البسيط. وتم اختلاق هذا الخطاب الشعبوي الذي يعزف على وتر الشوفيني الضيق، ويختلق تفوقا يعني شوفينيا يعني مصطنعا حول، ويستحضر بعض يعني الخرافات، يختلق بعض الخرافات التاريخية المتعلقة بتفوق مزعوم. لكن في هو اعتقادي هو الغرض فقط لو الغرض تسمحك، انا دائما اني انادي برك الشهاده لانه الفرق ده، لانك تكلمت على الفتره تاع الحراك 2019، وحقيقه هناك كانت مثلا في مساله، تكلمت على قضيه البوليساريو، القضيه هذه المصطنعه، يعني الوعي الذي كان هناك هي لم تطرح، بل أكثر من ذلك الناس صارت عندها وعي ومعرفة بالقضية هذه، كانت طرحت للنقاش لفترة قصيرة في فترة الحراك. لكن أنا أسائلك فقط عن الفرق اللي أنت لما عشت في الجزائر في فترة بوتفليقة حول القضية هذه لما كانت تطرح في الإعلام أمام الرأي العام، وبين اليوم. يعني أكيد أنه بالنسبة لك يعني هناك فرق شاسع، يعني في طريقة الطرح في مستوى النقاش. بالتأكيد النظام الجزائري في عهد بوتفليقة كان أكثر رقي، كان خطاب أكثر يعني لا أقول عقلانية ولكن أكثر
يعني رسمي، كان خطاب رسمي متزن بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معه. بل أدهى من ذلك عنه فترة معينة كان يتبنى حتى سياسة الصفر تصريح. كان يترك البوليساريو في الواجهة ويدعم إبراز الجبهة الانفصالية فيما يتعلق مثلا بقضية الصحراء، ويحاول يعني التسويق إلى أنه أنا لست طرف، أنا لست معني بشكل مباشر، حتى فيما يتعلق بالتصريحات. وحتى في المواجهة مع المملكة كان خطاب إلى حد ما يعني عقلاني وموضوعي فيما يتعلق بالدفاع عن المصالح الجزائرية، لأنه في النهاية هو نظام يعني يدافع عن بلده بطبيعة الحال. الإشكال اليوم ليست لدي إشكال مع وجود نظام يعادي المملكة أو يدافع أو يتبنى حتى طروحات يعني ماذا أقول شوفينية أو ضيقة في صالح الجزائر. هذا شيء طبيعي. الإشكال هو مستوى هذا الخطاب، المستوى الضعيف جدا، الضعيف. يعني حينما ترى رئيس دولة يعني يوظف هذا الخطاب الشعبوي، خطاب يعني الذي لا يرقى حتى لدرجة الشارع الجزائري، فما بالك بالنخب الجزائرية أو بالدولة الجزائرية وبالمؤسسات الجزائرية. حينما نرى هذا الخطاب الضعيف جدا، في اعتقادي هذه مشكلة حقيقية تتعلق بمشروعية النظام، لا أخفي عليك. ثانيا المسألة الأخرى وهي أنه التصعيد، هذا التصعيد المجاني العبثي الذي تتبناه الجزائر ضد المملكة، ويؤشر على مسألة أخرى، يؤشر على احتراق ورقة المشروع الانفصالي. لأن وظيفة المشروع الانفصالي كان دوره هو توظيفه لمواجهة المملكة ولضرب المصالح المملكة وللتضييق على يعني ضرب السيادة المغربية والتضييق على مصالح المملكة ومحاولة حصار المملكة. كان يوظف في هذا السياق. اليوم حينما يبرز الدور الجزائري في الواجهة، وتصير تصريحات الرئيس الجزائري وبيانات الرئاسة الجزائرية وتصريحات المسؤولين الجزائريين شغلهم الشاغل هو المملكة، فمعنى ذلك على أن المشروع الانفصالي لم يعد يؤدي دوره المنوط به، دوره الوظيفي المنوط به. وهذا يعني ما يطرح إشكال كبير يتعلق بالأموال، بالبترودولار الكبير، الأموال الباهظة التي تخصص لتمويل هذا المشروع الانفصالي الذي لم يعد يؤدي دوره كما ينبغي. وعلى كل حال ربما تتفق أنه سنة 2024 في المسألة هذه كانت بالنسبة للنظام الجزائري والقضية تاع دعم الرواية هذه ولا الوهم تاع الجمهورية الصحراوية، أظن أنه تتفق بأنها سنة سوداء يعني بكل المقاييس بالنسبة للنظام الجزائري، بما أننا في نهاية السنة الآن. لا بالتأكيد، هذه هو في الحقيقة مسار تراكمي فيما يتعلق ب يعني تكريس واقع السيادة المغربية على الصحراء خاصة على المستوى الدولي. تكرس أساسا في السنوات الأخيرة خاصة منذ 2020، منذ تلك التطورات الميدانية المتعلقة بتأمين معبر القرقرات وتمديد الجدارات الدفاعية والاعتراف الأمريكي التاريخي ثم الموقف الإسباني. ولكن بالتأكيد ما حدث في هذه السنة هو الموقف الفرنسي الذي سيكون له ما بعده، لأن فرنسا تعلم أهمية الدور الفرنسي التاريخي في المنطقة. فرنسا هي المستعمر السابق لكلا البلدين للمغرب والجزائر، ولها حضور تاريخي وحضور اقتصادي واستثماري وتجاري، ولها نفوذ كبير حتى في الجوار الإقليمي في بلدان الساحل وفي غرب القارة الإفريقية، ولها دور مهم حتى فيما يتعلق بالقرار الأوروبي وبحلف الناتو وبالمنظومة الدولية وبالغرب على وجه الخصوص، فضلا عن دورها حتى في الأمم المتحدة باعتبارها عضو دائم في مجلس الأمن تتمتع بحق النقد. وبالتالي فرنسا اليوم تنضاف إلى الولايات المتحدة وتنضاف إلى إسبانيا أيضا الفاعل التاريخي في هذا النزاع المفتعل. والأثر الفرنسي ظهر سريعا في متن قرار مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، أين يعني في سابقة من نوعها دولة عضو غير دائم في مجلس الأمن تنسحب من جلسة التصويت، حينما يعني انسحبت الجزائر لأول مرة وأطلقت يعني التصريحات حادثة 5:30 صباحا. تماما. الإشكال على أنه اليوم الجزائر لم تعد في صدام مع المغرب فقط، بل باتت في صدام مع هذا التوجه الدولي العارم، صدام مع حلفاء المملكة،
سواء إسبانيا التي سبق أن قطعت العلاقات معها ثم أعادتها بدون يعني بدون أن تفلح في التأثير في الموقف المغربي. اليوم أيضا أزمة مع فرنسا، أزمة مع الجوار مع بلدان الساحل. وبالمناسبة راهو منذ ما أقل من شهرين كان هناك افتتاح لقنصلية تشاد. تشاد هي دولة أيضا مجاورة من بلدان الساحل، افتتحت قنصلية في بلدان الداخلة في مدينة الداخلة عفوا، علما على أن تشاد كانت تعترف في السابق بالكيان الانفصالي. اليوم هناك يعني قطيعة بين الجزائر وبين هذا الجوار في الساحل. هذا يعني هذه التطورات يعني تتضافر وتكرس توجه عارم يؤكد يعني يصب في سياق الاعتراف الدولي بالسيادة المغربية على الصحراء. ولو فقط تسمح لي نختم لك بسؤال على السريع، يهمني رأيك فيما حدث في ليبيا. تابعت اجتماع الجوار الليبي والمداخلة، أنت كيف تتلقى يعني هذه المداخلة؟ يعني سمعت مداخلة في اجتماع الجوار الليبي لما في اجتماع مدراء المخابرات كان موجود جنرال جزائري في اجتماع الجوار الليبي. نسمعوه لو تحب على السريع فقط، وناخذ على السريع. هو مقطع صغير ربما الناس اللي معنا تكون لهم فرصة يسمعوه. وعلى غرار الرهانات الأمنية التي تواجهها منطقتنا، يجدر التنويه إلى أن قضية الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اللي تبقى للأسف الشديد آخر مستعمرة في أفريقيا تذكرنا بمآسي وويلات الاستعمار التي لا يزال يعاني منها الشعب الصحراوي المضطهد. تمثل مسألة محورية في مسار استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة. هنا حتى تكون في الصورة، حتى يكونوا اللي معنا في الصورة، جنرال جزائري بطبيعة الحال ممثل الجزائر، مدير المخابرات العسكرية، في اجتماع مدراء المخابرات العسكرية اللي كان في طرابلس منذ يومين. هو اجتماع الجوار الليبي. مصر قاطعت الاجتماع، موجودة النيجر، تشاد، تونس، الجزائر بطبيعة الحال، والسودان. طرح قضية وسط دهشة بطبيعة الحال، لأن الموضوع حول ليبيا، الموضوع مرتبط. اجتماعات الجوار الليبي دائما مرتبطة بدول الجوار الليبي. لا أظن أنه لا المغرب ولا الوهم تاع الجمهورية الصحراوية متواجد. هو بدا يتكلم وهاجم المغرب بطبيعة الحال، قال لك بأن المغرب دولة استعمارية والله شوف، هي في حقيقة الأمر الجزائر اليوم تكتفي بنوع من ردود الفعل، تحاول اللحاق بهذا يعني هذا الركب الذي تحققه المملكة فيما يتعلق بتدعيم الاعتراف الدولي بواقع السيادة المغربي. هناك مقاربة دبلوماسية تبنتها المملكة في السنوات الأخيرة تنسجم مع هذه التطورات، تتعلق بالتعامل مع المجتمع الدولي بنوع من الندية وبنوع من الصرامة فيما يتعلق بالشراكات التي تجمع المملكة مع الفاعلين، مع الشركاء الدوليين، باعتبار على أن المملكة تربط هذه الشراكات، تربطها ب يعني إبداء مواقف صريحة داعمة للمغرب. ولكن المغرب حينما تتبنى هذه المقاربة الصارمة التي أتت أكلها بالفعل، تتبنى يعني حينما تتبنى فهي تنطلق من موقع قوة يتعلق بموقع المملكة الاستراتيجي، بأدوارها الريادية، يعني أيضا نقاط القوة فيما يتعلق بتعاطيها مع هؤلاء الفاعلين الدوليين، على اعتبار أن المملكة باتت اليوم قطب استثماري، باتت منصة استثمارية واعدة، لديها أذرعها الاستثماري في القارة الإفريقية، تتمتع بمناخ الأمن والاستقرار، ولديها هو على كل حال. حتى لما تكلمنا عن الجوار، المبادرة الأطلسية اللي مثلا دائما نعطي المفارقة ما يقترحه النظام الجزائري على دول الجوار والأزمات التي تحدث مع مالي، مع النيجر وغير ذلك، في وقت يعني مثلا أنبوب الغاز العابر ل 14 دولة، واللي يفتح بطبيعة الحال يخرج من العزلة دول مثل بوركينا فاسو وغير ذلك. يعني فرق في حتى في الجانب البراغماتي يعني بالنسبة للقضية هذه أكيد. بالضبط هو الفرق، على أنه هناك مقاربة تتبناها المملكة، مقاربة براغماتية تنبني على تحقيق المصالح المشتركة مع هؤلاء الشركاء الدوليين. في المقابل هناك يعني سياسة تصعيد جزائرية
إزاء هؤلاء الفاعلين الدوليين، لكن لا يوجد لدى الجزائر ما تضغط به. هناك فقط ما يتعلق بورقة الغاز التي ثبت عدم جدوائيتها مثلا فيما يتعلق بالأزمة مع إسبانيا، لأنه الجزائر صعدت في بداية الأمر، هددت بقطع إمدادات الغاز، حاولت حتى أصدرت قرارات ما يتعلق بالتضييق على الشركات، مسألة التوطين المالي. ولكن بعد مضي سنتين على هذا التصعيد لم تنجح الجزائر في ثاني مدريد عن موقفها المتقدم. ما يتعلق بليبيا في لا وعي النظام الجزائري، وفي حقيقة الأمر يستحضر خسارة كبيرة جدا في ما يتعلق بالمشروع الانفصالي، وهي انهيار هذا النظام الليبي الذي ساهم أيما مساهمة يعني بذلك النظام الراحل القذافي، الذي كان له الفضل، كان له الدور الكبير في اختلاق هذا المشروع الانفصالي، في دعمه وفي تمويله بسخاء إبان الراحل القذافي. ولو أنه صراحة في نهايات يعني في فترات في الألفينات صراحة ابتعد بشكل كبير القذافي على المسألة هذه، يعني هو مزاجي، هو كان دائما مزاجيا في علاقته، وكان يعني نظام على كل حينما يتغير موقفه لصالح المشروع الانفصالي كان يتعامل بسخاء على كافة المستويات، حتى على المستوى العسكري والمالي والإنساني ولا غيره. ولكن اليوم النظام الجزائري لا يعي على أنه هناك تطورات، على أنه منطق الميليشيات ومنطق الجماعات الكيانات الغير التعاطي مع الكيانات الغير الدولتية والميليشيات والجماعات المسلحة وتقويض الأمن والاستقرار لم يعد مقبولا. وهذا ما يفسر في ليبيا فقط، حتى الطرف اللي يراهن عليه النظام الجزائري هو الطرف اللي ربما في النهاية راه يتجه نحو النهاية صراحة، في إشارة للحكومة طرابلس اللي ربما عندها قرب من تنظيم الإخواني في طرابلس نفسه يعي جيدا على أنه لا يمكن القفز على يعني مكونات الشعب الليبي الأخرى، لا من قبائل ولا من جيش نظامي رسمي ولا من برلمان ولا من أعيان ولا من غيره. وبالتالي النظام الجزائري لا يستطيع أن يتعاطى بمنطق الشرعية الدولية مع جواره الإقليمي القائم على احترام سير الدول واحترام وحدتها الترابية واحترام الفاعلين الرئيسيين المتمثلين في الأنظمة الشرعية. لا يزال وفيا لممارسات يعني تناقض الشرعية الدولية تتعلق بتوظيف الكيانات الغير الدولتية، توظيف الميليشيات، توظيف الجماعات المسلحة، توظيف عصابات الجريمة المنظمة بما يهدد الأمن والاستقرار. وبالتالي هو للأسف هو نظام مفلس فيما يتعلق بالتعاطي مع جواره الإقليمي، وهذا ما يفسر هذه الأزمات. لأنه المشكل اليوم الجزائر لديها مشكل مع ليبيا، ولكن لديها أيضا مشكل مع المملكة، لديها مشكل حتى مع الجوار الأوروبي، الدول الداعمة للمغرب سواء فرنسا إسبانيا، لديها مشكل مع بلدان الساحل، مع مالي، مع النيجر، حتى مع بوركينا فاسو. وبالتالي وحتى مع تشاد، لانه الموقف التشادي الناس انا دائما لما نركز عليه البعض يقولوا لي لماذا تركز على، لانه تشاد كانت دائما نقول انها تسمى حديقه خلفيه. النظام الجزائري كان يتكلم بهذه المصطلحات اللي يعتبرها انا صراحه ليست في محلها. مره يقول لك تونس ولايه جزائريه، مره يقول لك تشاد حديقه خلفيه للجزائر. بل الحديقه الخلفيه افتتحت قنصليه عامه في مدينة الداخلة يعني، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير تاعو يضع هذا كأهم النقاط وأهم التحولات في هذه السنة في هذه القضية. رانا نتكلموا على دولة يعني مسحت ديونها من قبل من طرف النظام من أجل القضية هذه. على كل حال يعني التحول هذا كان ضربة درجة أنه غياب كل للرد، سواء من البوليساريو كبوليساريو كان رد خفيف، وسواء من النظام الجزائري اللي غاب كل لا بيان لا أي شيء حول الموضوع هذا. لا، هو النظام الجزائري كما أسلفت عاجز عن مواكبة هذه التطورات. هذا ما يفسر هذه لغة التصعيد العبثي وهذا الخطاب الشعبوي وهذه المزايدات. هو عجز تام عن مواكبة هذه التحولات، لأنه كما أسلفنا مثلا حادثة انسحاب ممثل الجزائر من جلسة تصويت في سابقة
ربما هي الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة. حتى رئيسة الجلسة كانت مصدومة من يعني كان واضح عليها أن لا أحد كان ينتظر تلك ردة الفعل، يعني كانت غير متوقعة تماما. هي ردة فعل يعني غير دبلوماسية، يعني غير تنافي السلوك الرسمي للدول، وبالتالي تؤشر على ضعف يعني دبلوماسي حقيقي يعيشه النظام الجزائري فيما يتعلق مع هذا النزاع المفتعل، لأن الأمر نحن تحدثنا بإسهاب عن الجوار على اعتبار أهمية هذا الجوار، لكن الأمر يتجاوز هذا الجوار. شاهدنا على مستوى الاتحاد الافريقي اجتماع اكرا في غانا حول يعني اقصاء الكيان الانفصالي من المشاركه في الاجتماعات التي يعقدها الاتحاد الافريقي مع القوى الدوليه الوازنه، باقتراح من غانا التي تعترف اصلا تاريخيا بميليشيات البوليساريو، اقرب الدول في غرب القاره للجزائر، علما انه جل دول غرب القاره هي حليفه استراتيجيه اصلا للمملكه، فضلا على انه اقصاء الكيان الانفصالي في الاجتماع الروسي الافريقي، اقصاؤه ايضا في الاجتماع الياباني، مع تلك المهزله محاوله تهريب عنصر انفصالي داخل الوفد الرسمي، ويعني انتحال صفه دبلوماسيه في اندونيسيا، في الصين فيما بعد ايضا تم اقصاؤه من كل هناك سحب للاعترافات بوتيره غير مسبوقه. الفتره الاخيره هناك يعني في دول امريكا اللاتينيه التي كانت هي يعني الحاضنه الاهم للمشروع الانفصالي. تعرف اني تكلمنا الايام هذه الكلام على قضيه بنما والاكوادور اللي الان راح يمنع استيراد الموز في الجزائر كردة فعل على الاعتراف تعليق اعتراف هذين البلدين بما يسمى بالجمهوريه هذه العربيه. تماما. ولكن يعني تستحضر مثلا رمزيه هذا الموقف البنمي، على اعتبار انه بنما كانت هي اول الدول المعترفه بالكيان الانفصالي في امريكا اللاتينيه وفي الكاريب، ويعني 1981 على ما اظن ان لم اكن مخطئ. والامر يحيل بالفعل على انحصار كبير لهذا الكيان الانفصالي، ويسائل النظام الجزائري حول هذه الاموال الباهظه التي كانت تبذل لشراء الاعترافات ولمحاوله التاثير في القرار السيادي للدول وفي شراء الذمم، فضلا على انه اختراقات اخرى حتى على مستوى القاره الاوروبيه، لانه الجزائر كانت تعول بشكل كبير ايضا على الدول الاسكندنافيه في تحالف مع بعض مجموعات اليسار. اليوم فنلندا تؤيد الموقف المغربي، الدنمارك تؤيد الموقف المغربي، حتى استونيا، يعني جبهات جديده. الامر لم يعد يقتصر لانه كانت القضيه في فنلندا لانه فتحت المجال امام شيء جديد، انه الدول تاع اوروبا الشماليه تاريخيا يعني كانت بعيده على الملف هذا، يعني بدايه والان بدات كره الثلج. صحيح. يعني القضيه اليوم هناك بالفعل يعني حاله يعني افلاس واضحه بالنسبه للنظام الجزائري، ويعني هذا الامر يطرح مساله مهمه، وهي ضروره يعني مراجعه هذا الموقف الجزائري، مراجعة هذا الاستثمار الخاسر، هذا الانخراط في دعم مشروع ولد ميتا يكبد يعني المواطن الجزائري، يكبد الشعب الجزائري مقدراته وإمكانياته الكبيرة. الأمر يعني ربما من أهم النقاط التي يجب أن يفتحها الشارع الجزائري والنقاش العمومي الجزائري هي مسألة التورط في دعم هذا المشروع الخاسر، وضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات للخروج بأقل الخسائر أو الخروج بما يمكن تحصيله من مصالح في سياق التحولات التي يشهدها هذا النزاع المفتعل. وربما انت راك عارف بالاوضاع في الجزائر الداخليه، ربما نقول لك انه نتمنى فقط، خصوصا انه بطبيعه الحال نحن اظن اننا كلنا في المنطقه نتمنى انه القضيه لا تكون في انهيار، يعني ربما الدوله الجزائريه قبل ما تنتهي القضيه هذه اصلا، لانه المضي قدما في التعفين هذا وكل شيء، يعني صراحه امور تتجه الى ما لا يحمد عقباه يعني. واكيد انه دائما نقول انه اشكاليه النظام الجزائري ليست اشكاليه جزائريه، واظن انك تتفق معي هي اشكاليه في المنطقه. انفجار بلد مثل الجزائر هو انفجار المنطقه باكملها صراحه يعني. لا أحد يتمنى يعني انهيار الوضع في الجزائر. أنا أعتقد على أنه أحرص الدول على
امن واستقرار الجزائر هي المملكه، على اعتبار ان المملكه هي اهم قوه الى جانب الجزائر، اهم قوتين اقليميتين في المنطقه هما المملكه وهما الجزائر. وبالتالي اعتقد على انه ربما احرص البلدان على امن واستقرار الجزائر هو المغرب. لكن في اعتقادي من مصلحه النظام الجزائري ومن مصلحه ايضا الشعب الجزائري تحصيل الحاصل على انه ضروره المصارعه الى الجلوس على طاوله المفاوضات، لانه ما اثبته تطورات هذا الملف، وعلى انه عامل الزمن كان دائما في صالح المملكه، عامل الزمن يصب في سياق تكريس هذا الواقع، واقع السياده المغربيه، منذ ان حسم ميدانيا من خلال يعني التطورات العسكريه الميدانيه التي امنت فيها المملكه ترابها الاقليمي بالكامل، والتي تكرست في الفتره الاخيره. على الجزائر ان تصارع لتحصيل ما يمكن تحصيله من مصالح ازاء هذا النزاع المفتعل، وهذه المصالح لن تتاتى سوى بالجلوس على طاوله المفاوضات. أشكرك جزيل الشكر سي سالم على مداخلتك، وأنه كانت خصوصا أنا مع نهاية السنة رانا عملنا حوصلة يعني، وشكرا أنك يعني عملت الحوصلة هذه المفيدة جدا حول القضية، خصوصا التطورات في السنوات الأخيرة. ولا تنسى بأنك ملتزم معنا جميعا بالجزء الثاني من قصتك الشخصية مع داخل المخيمات. سعيد جدا بتلبية دعوتكم، وأشكرك جزيل الشكر على إتاحة هذه. مرحبا بك في أي وقت معنا، شكرا جزيلا لك. كل الشكر والتقدير لكم. شكرا لك. شكرا. راكم ديتوا حوصله جيده. الناس اللي ما همش الصوره بطبيعه الحال، الناس اللي يهتموا يعرفوا سي سالم عبد الفتاح هو بطبيعه الحال منشق عن كان سابقا في لا ادري اذا كان ربما التقديم تاعو ما يحبوش كثيرا انه يربط دائما بالقضيه، لكنه انسان انضم الى ميليشيات البوليساريو، ثم يعني وعنده شهادات من داخل يعني المخيمات. كاين الجزء الاول تكلمنا على شهاده تاعو راه موجود في قناه يوتيوب اللي تجدونها في الوصف تاع القناه. ثم انشق بطبيعه الحال، اليوم هو على راس المرصد الصحراوي لحقوق الانسان ان لم اكن مخطئ في الاسم. اليوم هو بطبيعه الحال في بلده المغرب ويدافع على سيادة بلده. لهذا كان مهم جدا أننا نسمعوا الشهادة تاعو بطبيعة الحال، وخصوصا الحوصلة في نهاية هذه السنة 2024، لأن القضية هذه اليوم تاع قضية الصحراء صراحة هي القضية رقم واحد بالنسبة للنظام الجزائري، في الإعلام الجزائري، في الندوات التي تعقد، في البيانات، في وكالة الأنباء، في التلفزيون العمومي. ملايير الدولارات ضاعت لسنوات، خلت البلد في حالة كارثية، ولازلنا رانا نعفنوا في الوضع، ولازلنا نتكلموا على الموضوع هذا.